مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي افضل حال. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم بغيت نوضح واحد مشكل كان وقع لي في الفيديو ديال 5000 درهم. اذا كيف ما قلت لكم انا الفيديو ديال 5000 درهم كنت قبل ما ملي كنت كنحسب يعني المبلغ كنت عملت من واحد حتى 100، من واحد حتى 100. ولكن ملي جيت نسجل الجدول كنت عملت حد 50 يعني سهوا. استسمح لهذاك الخطا. وبالنسبه للناس اللي باغيين يطبقوا داك الجدول يكملوا حتى 100. اذا انا واقفه تما حد 50، يكملوا 51 52 53 54 حتى نوصلوا ل 100. وبالتاكيد ملي كنوصلوا حتى ل 100 كنكونوا جمعنا 5000 درهم نيشان. عاد نبداو اليوم الجدول ديالنا اللي هو جدول مخصص للاطفال او للمبتدئات اللي ما عندهمش يعني واحد المدخول كبير وما كيقدروش يوفروا مبالغ كبيره. علاش ما نبداوش مبالغ صغيره وحنا غاديين؟ كيف ما قلت لكم هذا الجدول خصيصا يعني للاطفال بالدرجه الاولى باش نعلموهم يوفروا من الصغر ديالهم، نعلموهم باش الا كانوا باغيين وعندهم شي هدف يوصلوا له يجمعوا له دقه بدقه حتى يوصلوا له. وإلا كانوا مثلا باغيين يشريو شي العاب اولا عندهم يعني كيف ما قلت لكم شي هدف، باغيين شي دراجه شي لعبه، باغيين يشريو شي حاجه مثلا اللي الثمن ديالها شويه شويه زايد، علاش ما نعلموهمش يعتمدوا على راسهم؟ ويمكن حنا كأمهات نعملوا هاد الجداول. يعني مثلا كل طفل نخصصوا له واحد الجدول باش مثلا نستغلوه في الاعياد او في المناسبات باش نكسيوهم بهم ونشرو لهم المستلزمات ديالهم. او ممكن مثلا نستخدموه مثلا في اخر السنه باش نشجعوهم اذا جابوا نقاط مزيانه، او نستخدموهم مثلا في مناسبات مثلا عاشوراء او شي حاجه باش نشريو لهم الالعاب اللي هي كتكون مفيده. وكيف ما كنعرفوا الالعاب اللي مفيده ويعني وعندها اهداف يعني تعليميه كيكون الثمن ديالها شويه زايد. اذا هذه فكره رائعه بالنسبه للاطفال. وبالنسبه للمبتدئات اللي المصروف يعني كيكون كتحاول توفر غير من المصروف، هذا الطابلو يعني مزيون بالنسبه لينا. وبالنسبه اللي غادي يقول لي مثلا طفل اولا المبتدئه ما غاديش توفر مثلا 30 درهم، غادي نقول لك يعني مثلا قبل ما نضرب على 30 درهم كنجمع مثلا في واحد الزيطان درهم، 2 دراهم، 5 دراهم حتى نوصل 30 درهم. عاد نحطها في الحصاله ونشطب عليها من الجدول. وهذا الجدول الطريقه ديال العمل ديالو بحال الجداول اللي سبق لي وضعت. هذا جدول فيه كيف ما كتلاحظوا هنايا فيه 48 خانه اللي هي عباره عن 500 درهم مقسمه على 48 دفعه. كيف ما قلت لكم مثلا انا غادي نوضع 10 دراهم في الحصاله ديالي. غادي كيف ما كتلاحظوا بعدا هنايا انا خديت هذه الحصاله هذه على شكل قطيوط باش نشجع ونحفز وليداتي انهم يجمعوا فيها. وهذا مثلا الا كان انا عندي 10 دراهم نحطها في الحصاله ونشطب عليها. مثلا في اول الشهر اذا عطيت انا لوليداتي مثلا 20 درهم اولا شي حاجه، ملي كنعطيهم داك 20 درهم نحاول مثلا 5 دراهم نعطيها لهم يصرفوها بالحاجه اللي بغاو، و15 درهم يوضعوها في الحصاله ونشطب عليها. كيف ما كتلاحظوا يعني في قدر مثلا في مده 3 اشهر او لا اقل، يعني على حسب المصروف ديال الطفل وعلى حسب مثلا انا الا كنت انا كأم شحال كنعطي وشحال ممكن لي نوفر، نقدر نجمع هذا المبلغ د 500 درهم اللي هو ماشي هين، يعني مبلغ اللي مهم. وبالنسبه للسيدات او الاطفال اللي باغيين يجمعوا 1000 درهم كنضوبل هذا الجدول هذا في 2. بالنسبه اللي باغيين 1500 درهم كنضوبل هذا الجدول هذا في 3. وانا غاده. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم خليوا لي لايك وابوني وما تبخلوش عليا من لي كومونتير ديالكم سواء كانت ايجابيه او سلبيه. كيف ما كنقول لكم دائما انا مازال في الاول، وكنتمنى تشجعوني وترشدوني. يعني اذا كاينه شي اخطاء نصححها، واذا كاينه شي اشياء اللي هي كيف ما قلت لكم ايجابيه تقولوها لي باش نزيد نحسنها ونطورها. الى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.